السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. هارد لك للنادي الأهلي. لعب مباراة. بس يا جماعة لازم نفهم إن في فرق، زي ما بيقولوا فرق سرعات. في فرق في كل حاجة. يعني الناس دي لو جالهم النهاردة 8 فرص 10 فرص، جابوا 4 وضيعوا ضربة جزاء. النادي الأهلي لو جاله زيهم جاب واحدة ومن ضربة جزاء. فلازم ندي النادي الاهلي حقه، عمل اللي عليه وبيلاعب فرقه كبيره من احسن فرق العالم، ريال مدريد. لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه كلهم نجوم. اتفرج على مودريتش، اكبر لعيب في الفرقه، اكبر لعيب في الملعب. بسم الله ما شاء الله عليه، راجل عارف هو بيعمل ايه. والنادي الاهلي، النادي الاهلي جاله فرص في الاول قبل ما الريال ما يحرز الهدف الاولاني. يعني يمكن النادي الاهلي صمد 40 دقيقه او 41 دقيقه. جاله فرص، قفشه وشريف والشحات. يعني لو كان الاهلي تقدم يمكن كان سيناريو الماتش اتغير شويه. فنقول للنادي الاهلي هارد لك. لعبت مباراه كويسه. النتيجه عكس سير المباراه، 4-1. لا، هي المباراه تخلص 2-3 بالكتير، 3-1. ده لما الاهلي مش هيحرز اهداف من الفرص اللي جات له. فهنقول هي النتيجة العادلة 3-1 أو 2-1 بس. هي دي الكورة. الناس دي سابقنا بسنين ضوئية، زي ما بيقولوا. ناس على أعلى مستوى، عندهم وعي. ترحيل. انت اتفرج على الهجمة المرتدة بيعملوها. يعني لو انت مدافع وشايف الناس اللي جاية في الهجمة المرتدة عليك، طوفان. تلاقي واحد من الرايت واحد من الليفت واتنين من القلب مع الفيرود وسرعات غريبة. تاني حاجة، الناس بيعرفوا يعملوا كل حاجة في الكورة بكل سهولة. وشه كده يعمل كده، وشه كده يعمل كده، هيعمل اوفر كده يقفل وش رجله. ناس يا جماعة، لا في فروق. فالنادي الاهلي زي ما قلنا، يمكن انا قلت في الفيديو اللي فات، دي مباراة للشهرة. اي لاعب بيقول للناس انا اهو العالم كله بيتفرج على الريال. فان النادي الاهلي يعمل مباراة زي دي ويصمد الفترة دي. لا، هو عمل ماتش آه يعني في حدود الامكانيات كويس. بس هي النتيجه اللي قصت على النادي الاهلي شويه. نتيجه قاسيه 4-1. ان انا ابقى عامل ماتش زي ده واشيل اربعه تبقى صعبه شويه. بس هارد لك للنادي الاهلي، ويركز باذن الله المباراه اللي جايه، بحيث ان هو برضو يحقق ميداليه، ياخد مركز ثالث. حاجه كويسه برضو ان انا راجع بمركز ثالث عالم. حاجه كويسه للنادي الاهلي بعد المباراتين الاولانيين، ووصل للمرحله دي. يمكن احنا ما كناش نتمنى ان الاهلي يقابل الريال قبل النهائي. كنا عايزين نقابله في النهائي. بس هو النصيب والنادي الاهلي ادى ما عليه في حدود الامكانيات المتاحه. وهارد لك للنادي الاهلي لاخر مره، وربنا يوفقه في اللي جاي ان شاء الله. السلام